السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم أسهل وأبسط ما يمكن لكم تحضروه للكوتي ديال الوليدات أو اللانش بوكس ديال المدرسة. وصفة رائعة بزاف غادي تنفعكم بزاف في الوليدات. المقادير ديالها اقتصاديين وسهلين في التحضير. نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو 3 البيضات، غادي نضيفو 2 ووحدة غادي نضيف غير الأبيض ديالها، والأصفر غادي نحتفظو به جانبا، غادي نحتاجوه من بعد. في هاد الأثناء غادي نضيف شوية الملحة وكأس ديال السكر، أو يمكن لكم تعوضوه بالعسل. صافي تنخلطو السكر مع البيض مزيان بالفوي، أو يمكن لكم تستعملو البطور ديال الثوم. يعني تنخلطو هاد العصير يتخلطو لينا مزيان على هاد الشكل هذا. هنا غادي نحتاج كأس ديال الزيت، غادي نضيفو بالتدريج على هاد الشكل هذا. تنضيف الزيت شوية بشوية وتنخلط. غادي نضيف السكر فانيلا 7 غرام، وغادي نضيف معلقة صغيرة ديال قشور الحامض أو الليمون. هاد القشور الحامض تيعطي واحد المذاق لهاد الوصفة زوينة. صافي هنايا غادي نخلط المكونات كلهم حتى تنتحصل على هاد الخليط هذا، على هاد الشكل هذا. بالنسبة للدقيق ضفت 3 الكؤوس الأولين دفعة واحدة، وغادي نضيف شاصية ديال الخميرة الحلوة 8 غرام، وغادي نخلط الدقيق مع الخليط ديالي على هاد الشكل هذا، كنعجنو غير بالأطراف ديال الأصابع. وغادي نضيف كأس الربيع على هاد الشكل هذا. وطبعا كمية ديال الدقيق كتبقى على حسب النوعية ديالو، فأنا هنايا فقط حاولت نعبر معكم الكمية، فخدت ليا 4 الكؤوس ديال الدقيق ونص. صافي غادي نعجنها على هاد الشكل هذا، نحاول نجمعها، وغادي نضيف النص اللي تبقى ليا في الأخير وغادي نجمعها. فحاولوا ما أمكن ما تكتروش ليها الدقيق، حيت إلا كترتو ليها الدقيق راه كتنشف معاكم وكتخرج لكم، يعني كتخرج لكم الزيت. فهنايا الكأس الاخر خدات ليا غير النص، يعني بقات ليا النص الاخر. صافي جمعتها وغادي نغطيها بواحد البلاستيك على هاد الشكل هذا باش ما تنشفش معايا. صافي هنايا خديت ورق ديال الزبدة، رشيتوه بشوية ديال الدقيق، وغادي نحط عليه النصف ديال الكمية ديال العجين، وطبعا النصف الآخر غطيتو بالبلاستيك. هنايا غادي نسرحو العجين ديالنا، ونحاول ما أمكن ما نرققوش العجين، فتكون على هاد السمك هذا اللي هو تيكون. صافي هنايا غادي ناخدو واحد الطبق على هاد الشكل هذا، نديرو شوية ديال الدقيق. استعملوا أي طبع عندكم، أنا استعملت هذا مربع. استعملوا أي طبع متواجد عندكم. صافي تنطبعها على هاد الشكل هذا ونحيدو ديك الزوايد. صافي غادي نحطها في واحد الصينية اللي ديجا أنا دهنتها بشوية ديال الزيت، أو تحطو عليها غير ورق الزبدة. صافي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل العجين ديالي.
صافي هنايا ساليتهم كاملين. عندي اصفار البيض اللي احتفظنا به، وزدت ليها شويه ديال الحليب، وغادي نضربو على هاد الشكل هذا باش التسليه الحليب مع البيض. وغادي ندهن الوجه ديال الصابلي ديالنا على هاد الشكل هذا، ندهنوه بالاصفار ديال البيض على هاد الشكل هذا. نستمر بنفس الطريقه حتى نكملهم. هنايا الطاوله الثانيه غادي ندهنها بنفس الطريقه. هنايا غادي ناخد فيرميستي او لا شوكولات، غادي نزينو من الفوق. استعملوا اي حاجه للتزيين، انا استعملت هذا فيرميستي، او يمكن لكم تخلوه غير هكا بلا ما تزينوهمش، غير بالبيض راه كيجيو زوينين. كنستمر بنفس الطريقه حتى نزينهم كاملين. صافي هنايا غادي ندخلهم للفران اللي ديجا انا سخنته من قبل. غادي نشعل ليه من التحت بالنار متوسطه، وغادي نخليهم حتى يتحمروا ليا من التحت، ونشعل ليهم بالفوق ياخذوا ليا ديك اللون الذهبي من الفوق. صافي تنخرجهم وتنقدمهم على هاد الشكل هذا، راه كيجيو زوينين. المذاق ديالهم راهو روعه، وصراحه كيستحقوا التجربه. جربوهم، ما غاديش تندموا عليهم، يجيو ولا اروع قدميهم لعائلتك بالصحه والراحه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.